اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم اليومي الإفتائي هلا سألوا. نسأل الله عز وجل أن ييسر حضور أخي أحمد، نسأل الله أن ييسر له اللحاق بهذا المنبر، ولكن ذلك الحين أبدأ معكم هذا اللقاء من خلال الحديث عن الدخول المدرسي الجديد. يقال في الحكمة: حسن النهاية من حسن البداية، حسن الانتهاء من حسن الابتداء. فإذا كانت البداية مشرقة كانت النهاية أيضا مشرقة. كثيرا ما نجد الأولياء والتلاميذ والمتمدرسين يتألمون لسوء النتائج في نهاية العام الدراسي، فشل، خسارة، رسوب في الامتحانات، ولكن لا بد أن نفكر في ذلك اليوم ابتداء من هذا اليوم، أي حسن النهاية من حسن البداية. نقدم بعض التوجيهات في هذا الموضوع الافتتاحي. التوجيه الأول ينصرف إلى الأولياء، باعتبار الأسرة هي النواة الأساس، هي المحضن الطبيعي للصغار. فلا شك أن الأولياء الذين يتألمون أو يلومون أسرة التعليم أو الأسرة التربوية في نهاية العام الدراسي، كقولهم مثلا أن المعلمين لم يؤدوا دورهم وأنهم تهاونوا في أداء دورهم التعليمي والتربوي وهكذا، الواجب على الأولياء ابتداء أن يحضروا أولادهم من الآن على وينصحونهم بلزوم حب العلم وبالانضباط في طلب العلم وببذل الجهد والوقت من أجل التحصيل العلمي، وكذلك بالانضباط في أداء الواجبات المختلفة وبحضور الدرس والانتباه أثناء الدرس وهكذا، وبحل الامتحانات والأسئلة والواجبات المنزلية المختلفة. كل هذه التوجيهات تأتي ابتداء من الأولياء، فالأولياء لهم الدور الكبير. لا بد أن يفكروا في عواقب الأمور، لا بد أن يفكروا في النهاية من الآن، فحسن النهاية من حسن البداية. وييسر كذلك أسباب التحصيل العلمي لأولادهم، لا بد أن يعملوا من أجل تحقيق هذا المقصد الأساس. هذه رسالة للأولياء أو للأسر عموما. الرسالة الثانية أوجهها إلى الأسرة التربوية، إلى المعلمين، إلى الأساتذة في جميع الأطوار، في جميع أطوار التمدرس. فأقول لهم: إن وظيفتكم بل إن رسالتكم رسالة شريفة نبيلة جدا. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فمهنة التعليم أو رسالة التعليم هي رسالة شريفة ومهنة ورسالة عظيمة جدا، يكفيها شرفا أنها السبب في بناء الرجال، في بناء النساء، في تكوين الإطارات. فكلما كانت قاعدة هؤلاء صلبة كلما كان التحصيل العلمي في النهاية ناجحا، كلما كان هؤلاء في النهاية كبارا مسؤولين، حكاما أو محكومين، دارسين وعلماء متخصصين في جميع مجالات الحياة. إذ أن التكوين الحقيقي والتأطير والمتابعة الدائمة على أن تكون رسالة التعليم متصلة برسالة التربية والتزكية. فإذا عدنا إلى آية القرآن الكريم، قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من معالمها الكبرى تلاوة آي الكتاب على الناس
التزكية والتعليم. فالتزكية كما يقول السادة العلماء تنصرف إلى النفوس، أما التعليم ينصرف إلى الرؤوس. التزكية تنصرف إلى النفوس. قال القرآن الكريم، قال الله عز وجل في أي القرآن في آية أخرى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هنا العملية التربوية بعد قد، وقد أداة تحقيق في اللغة العربية إذا جاء بعدها فعل ماض. قد أفلح من زكاها، وفي المقابل وقد خاب من دساها. إذن هذه التزكية للنفس مطلوبة، فالتزكية قبل التعليم والتربية قبل التعليم. لماذا؟ لأن الكثير من الشرور مردها إلى النفس الأمارة بالسوء. فإذا كان المعلم مدركا لهذه الحقيقة فيصرف جهده وعلمه وفهمه وذكاءه من أجل تربية النشأ، من أجل تزكية هذا النشأ ليكون مؤهلا لحمل رسالة العلم، ثم بعد ذلك يكون مؤهلا لحمل رسالة الحضارة والبناء الحضاري. إذن فالتزكية تنصرف إلى النفوس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وفي المقابل هذه النفس المنحرفة إذا لم تزكى تكون سببا للجرائم والوان من الفساد. وإذا عدنا إلى القرآن الكريم نجد أول جريمة وقعت في الحياة كانت من قبل قابيل بأمر من نفسه، كما يروي القرآن: وابن آدم قابيل وهابيل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. قبل هذه الآية يقول ربنا جل جلاله، يقول: ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذا منطق هابيل، هذا موقف هابيل، أي لا يريد العنف، لا يريد الجريمة، لا يريد قتل أخيه رغم وقوع الخلاف بينهما. أفتح قوسا مهما هنا: فإذا وقع الخلاف بين التلاميذ بين الطلبة في مختلف مراحل التعليم، فإذا كانت نفوسهم مزكاة لا ينصرفون إلى العنف، لا يحلون مشكلاتهم عن طريق العنف سواء كان لفظيا معنويا أو كان ماديا جسديا، بل يعملون عقولهم الحجة بالحجة والبرهان في مقابل برهان. ولكن إذا كانت التزكية ضعيفة وإذا كانت النفوس مهزوزة لا شك أن أولئك التلاميذ أو أولئك الطلبة أولئك الشباب ينصرفون إلى العنف وإلى الجريمة وإلى استخدام القوة، بدل أن يستخدموا قوة المنطق يستخدمون منطق القوة. الذي يستخدم منطق القوة هو الذي لم تكن نفسه مزكاة. أما المزكى، أما المتربي يستخدم قوة المنطق، قوة البرهان وقوة الدليل والحجة، ولا يستخدم منطق القوة. إذن رب سبحانه عز وجل بين لنا موقف هابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ولكن منطق قابيل كان خلاف ذلك تماما، فطوع، هكذا يقول القرآن: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. إذن إخواني أخواتي الكريمات الكرماء، لابد أن نتدبر في هذه الآيات. أعود إلى سورة الحج، ربنا يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن فالتزكية تنصرف إلى النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لابد أن تصرف جهود المربين وجهود المعلمين إلى هذا المجال، وهو تزكية النفوس. ثم في النهاية: إذا ضاع جيل الكبار يضيع جيل واحد، أو إذا ضاع الكبار يضيع جيل واحد، أما إذا ضاع الصغار تضيع أجيال عديدة. لذلك فلننتبه: إذا ضاع الكبار يضيع جيل واحد، أما إذا ضاع الصغار تضيع أجيال عديدة. إذن
يقول القرآن الكريم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم يأتي التعليم الذي ينصرف إلى الرؤوس، فلا بد للعمليتين معا يعني أن تمشي بشكل متوازي بشكل مرافق، يعني كل واحدة ترافق الأخرى. إذن تزكية تنصرف إلى البناء النفسي إلى النفوس، وتعليم ينصرف إلى ملء الرؤوس بالعلم وبالمعرفة تنصرف إلى الرؤوس. إذن هذه رسالة أطلت فيها بالنسبة لأسرة التعليم. الرسالة الأخيرة أتوجه بها إلى المتمدرسين، إلى طلبة العلم، في شكل نصائح مختصرة. النصيحة الأولى أنصحهم بالمحافظة على دروسهم من الآن، فلا يتهاونون ولا يضيعون أوقاتهم أو دروسهم أو واجباتهم. الوقت هو الحياة، لابد من الاستثمار الجيد في الأوقات، لأن الوقت إذا ضاع لن يعود، وهذه من خصائصه. الوقت لا يقبل التخزين. إذا كان أحد التلاميذ مثلا ضاع منه شهر كامل أو ضاع منه أسبوع أو ضاع منه شهران، هذه المدة أو هذا الزمن الضائع لن يعود إلى يوم القيامة. أتدرون لماذا؟ لأن الزمن لا يقبل التخزين ولا يقبل التعويض ولا يقبل الشراء والبيع والهبة، لا يقبل. لذلك لابد من المحافظة عليه ولابد من حسن استثماره. وهنا أفتح قوسا بعودة إلى التراث، إلى التاريخ. كتب الدكتور عبد الفتاح أبو غدة كتابا رائعا تحت عنوان قيمة الزمن عند العلماء، فذكر لنا من نماذج ناجحة للعلماء الناجحين من المسلمين. على سبيل المثال ذكر الإمام النووي، الإمام البيروني، والإمام الماوردي، والإمام الحرمين الجويني وغيرهم من العلماء. وأقف وقفة مع الإمام البيروني الذي قال عنه المؤرخ الفرنسي سخاو، قال عنه هو أكبر عقلية عرفها التاريخ، صاحب العقل الموسوعي، الإمام البيروني. هذا الإمام البيروني كتب أبو غدة عبد الفتاح أبو غدة في كتابه قيمة الزمن عند العلماء، قال في اللحظات الأخيرة، يعني كان حريصا على استثمار الزمن إلى آخر لحظة في حياته. فيروي عنه أنه جاءه عواده زواره، جاءه وهو في لحظات الاحتضار الأخير، يعني قبل ما يموت بقليل، واستمع إليهم يتناقشون في مسألة علمية، وقال لهم حينما تتوصلون إلى الجواب، حينما تجدون حلا للمسألة، أفيدون بذلك الجواب بتلك المعرفة. فقاله أحدهم ماذا تفعل بهذا العلم وأنت الآن تودع الدنيا؟ فقال لهم كلمة لابد أن تكتب بماء الذهب، قال أحب أن ألقى الله، يعني بهذه المعلومة الجديدة أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. انظروا إخواني أخواتي إلى حرص هذا الرعيل الأول، هؤلاء الجهابذة، هؤلاء الأقطاب، على استثمار الزمن إلى آخر لحظة في حياته. إذا ننصح هؤلاء الشباب متمدرسين بالتحصيل العلمي وبعدم القناعة في التحصيل العلمي، فحسن النهاية من حسن البداية. هذه مقدمة خفيفة بدأنا بها لقاء اليوم في انتظار حضور أخينا أحمد. نسأل الله عز وجل أن يكون المانع خيرا وأن ييسر حضوره إلى هذا الموعد الإفتائي. نبدأ في استقبال فاطمة الزهراء. نستقبل مكالماتكم. أول أخت نستقبلها الأخت فاطمة الزهراء من بشار. تفضلي أختي فاطمة الزهراء. نعم الأخت فاطمة الزهراء من بشار، تفضلي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم أنا في الاستماع الأخت فاطمة الزهراء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا الخاصة شيخنا الكريم. الله يسلمك، الله يبارك فيك، مرحبا. عندي السؤال الأول فيما يخص اللحوم المجمدة. أيوة. الناس في حيرة لأنه يأتي من البرازيل ومن الهند، وممكن ما يكونش مذبوح عن طريقة إسلامية ولا آخر، والناس في حيرة في هذا الأمر. ماذا بك تعطينا توضيحات في هذا نعم في هذا الشأن. تفضلي. يخص السؤال الثاني فيما نعم. يخص الحج، لأن في يوم عرفة، يوم التروية قبل ما يمشوا العرفة يدوهم نيشان العرفة، والناس باقي تطبق السنة. يعني معظم هذا السؤال يعني الناس كلفوني باش نسألكم عليه.
قال لكم ما يبغوا يطبقوا السنه، يعني يمشوا لمينا يوم ترويه. نعم يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويجلسوا في مينا، الصباح يمشوا عاد ينطلقوا بعد صلاه الفجر نعم لعرفه. نعم لكن البعثه والاخر يلزموهم باش يمشوا مباشره الى عرفه. ما نعم. حكم هذا؟ نعم. السؤال الثالث فيما يخص يعني المشي من عرفه الى المزدلفه، يعني بما يطيقوش يمشوا المرضى والى اخره وكبار السن والى اخره، يمشوا يخرجوا يقعدوا يستنوا الحافلات وما يوصلوهمش حتى الغدوه من ذلك الى المزدلفه، لانهم ما يقدروش يطبقوا السنه لا في الصلاه ولا في يعني ما حكم هذا الشيء، لان بزاف الناس اللي صار هذا المشكل يمشوا حتى اليوم العيد يوصلوا حتى المزدلفه حتى 11 12 تاع النهار. نعم. والرجم يبقى لهم حتى العصر يعني باش يوصلوا لمينا، تلقاو صعوبات كثيره يعني. وهذا السؤال كلفوني به بزاف الاخوه اللي صار لهم هذا المشكل، واش عليهم؟ نعم. السؤال الاخر فيما يخص الوالد تاعي الله يرحمه، انا خلاني صغيره وتوفى، وكان مرض، كانت تقول الوالده تاعي بلي مرض عامين، يعني كان مقعد وكل شيء. مانيش عارفه واش يعني فيما يخص الصيام ولا الصلاه الى اخره، واش نقدر درك باش انا مانيش عارفه كان هذا الحوايج يعني. هو كان مريض ذاك الوقت والوالده تاعي يعني كان مريضا الى غايه وفاته، يعني لم الى غايه وفاته. نعم. نعم. بصح ما عرفتش انا واش لازم ندير عليه درك باش الا كان في حاله ما يعني ما صلاش او ما صامش او اختي ما كانش يعرفوا ذاك الوقت الفديه ولا يعني هذه الاشياء. نعم. الله يخليك شيخنا، ماذا بك ستسمعين التفاصيل ان شاء الله، ستسمعين ان شاء الله. ما تطلعش شيخنا، فوت لك البنت تاعي الله يخليك عندها سؤال حتى. نعم تفضل. الو السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. بالنسبه انا نخدم في اداره وندرس في الجامعه. عندنا في الجامعه عاطينا 4 سوايع نحضرهم فيه، وال 4 سوايع كل 4 حصص كل فيها ساعه ونص، يعني 4 سوايع. يعني الإدارة سمحت لك ب4 ساعات في الجامعة هكذا؟ 4 حصص. 4 حصص في الجامعة. 4 حصص تيدي، زعما اللي تكون مجبور باش تحضرهم 4 حصص تاع تيدي. نعم. كل حصة فيها ساعة ونص، يعني نعم. إجمالا تاعهم هما 6 سوايع. نعم. وإحنا الإدارة تسمح لنا باش نقراو في حدود 4 ساعات. واضح. يعني دائما خطرات زايدين ديك ساعتين، ما تنجمش تخرج في نص الحصة ولا مع الآخر، ولا تحضر نص ساعة وتخرج في. إلا كانت السيديات في زوج متلاحقين مع بعض، يعني تدخل غير نص ساعة من الحصة الزوجة وتخرج. نعم. كيفاش نديروا زعما في الخدمة؟ زعما نعوضوها ساعات متأخرة شوية، ولا نعوضوها ما نديرش لي ريكيبيراسيون تاع لي بيرمانونس مثلا، ولا ما عرفتش كيفاش ندير نعوضها على خاطر هاد السوايع راهم يقولوا لي كاين ما كاينش حل دراهمك، زعما راكي تخرجيها. وزيد مع المواصلات باش توصل من الجامعة للمقر الخدمة، ومن الخدمة ثاني للجامعة ثاني وقت. نعم واضح. هذا السؤال محيرني يا شيخ، قولي لي كيفاش ندير. ستسمعين الجواب أختي الفاضلة. شكرا، بارك الله فيك. الله يسلمك. إذا مرحبا بكم، نتواصل معكم باستمرار. إذا كان فيه أي متدخل فليتدخل في أي وقت. نعم. نعم. طيب سأجيب الأخت فاطمة الزهراء مع ابنتها، وكذلك واردت بعض الأسئلة هنا قبل وصولنا إلى هذا المنبر، سأجيب عنها إن شاء الله في حدود الوقت المتاح. أبدأ بالأخت السائلة فاطمة الزهراء. أخت فاطمة الزهراء سؤالها الأول: حكم اللحوم المجمدة. كثيرا ما ذكرنا في هذا الفضاء الإفتائي شروط الزكاة الشرعية، يعني لا يجوز تناول اللحوم إلا إذا كانت مذكاة، سواء كان دجاجا أو بقرا أو خروفا أو أي شيء، لا بد أن تكون مذكاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية في الزكاة الشرعية. ولكن كما قالت فاطمة الزهراء نحن في حيرة، كثيرا ما نسمع أن هذه اللحوم المجمدة المستوردة من غير البلاد الإسلامية
يعني فيها شكوك وتحوم حولها الشبهات. في الحقيقة أبدأ أولا بأن الزكاة الشرعية أمر لازم يقينا في حدود ما نستطيع. يعني في بلادنا لابد أن تكون زكاة شرعية تماما. أما هذه اللحوم المجمدة فبعضها فعلا تحوم حوله الشكوك والشبهات. فإذا اطمأن قلبك لتناول هذه اللحوم فولاة الأمور هم المسؤولون عن هذه اللحوم، لأنه ولي الأمر هو مسؤول على أحكام شرعية كثيرة. أذكر على سبيل المثال حينما يعلن ولي الأمر غدا بداية شهر رمضان مثلا كما حصل في الشهر الماضي، فنحن نصوم لإعلان ولي الأمر. قد يخطئ ولي الأمر في الحساب أو في التقدير، فهو مسؤول أمام الله عز وجل. وحينما ينتهي أيضا رمضان ونستقبل هلال شوال هلال العيد أيضا نحن نعمل بمقتضى إعلان ولي الأمر، فهو المسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الأمور. وكذلك بالنسبة لهذه اللحوم المجمدة يفترض أن الجزائر قبل أن تستورد هذه اللحوم ترسل لجنة فنية من أهل الاختصاص لحضور ذلك الذبح، أو على الأقل تعمل من الإجراءات ما يحقق الغرض، بمعنى للتحقق من حصول الزكاة الشرعية فعلا. هذا المعمول به وهذا من واجبات الدولة ومن واجبات ولاة الأمور من أجل ضمان اللحم الحلال المستورد للمواطنين. من ناحية الشرعية فهي مسؤولة، من ناحية القانونية فهي مسؤولة، الدولة مسؤولة. ولكن في حالة ما إذا كان الإنسان لا يطمئن إلى هذه اللحوم المجمدة لا يرتاح قلبه فليبتعد عنها ولينصرف عنها. والأمل قائم على تحقيق الشروط اللازمة من الدين، فلا بد فيها من اليقين. قلت الأمل قائم والأمل معقود على توفير جميع الأسباب الكفيلة بضمان استيراد اللحوم الحلال إلى مواطنينا. بالنسبة لما يتعلق بالحج، في الحقيقة هذا السؤال يعني سؤال يحير الكثير من الناس. حينما تقرر البعثة يعني أخذ جميع الحجاج مباشرة إلى عرفات دون المرور من منى، يعني دون تحقيق السنة، لأن المبيت بمنى سنة وليس فرضا. لابد أن نعلم ذلك. لو كان الأمر متعلق بالفرضية بكونه فرضا لا لازم على ولاة الأمور أن يحققوا ذلك، ولكن هذا ليس فرضا. هكذا مادام هو السنة نظرا لصعوبة يعني توفير وسائل النقل إلى منى للعدد الهائل للعدد الكبير للحجاج وأخذهم مرة أخرى كذلك إلى عرفات، فكان التيسير، وهذا أمر مباح شرعا من ناحية الشرعية ليس في ذلك إشكال مادام الأمر يتعلق بالسنة وليس بالفرض. ولكن هذا لا يمنع الشباب أو غير العاجزين أو القادرين على أن يذهبوا بأنفسهم إلى منى لينالوا أجر السنة هناك ثم ينصرف بعد ذلك إلى عرفات. أما بالنسبة للعاجزة للكبار للذين يخافون على التيه من التيه فهؤلاء لا حرج عليهم أن يذهبوا مباشرة مع البعثة الجزائرية إلى عرفات، فالحرج مرفوع إن شاء الله وقدر. بالنسبة للسؤال الثالث المشي أيضا من عرفة إلى مزدلفة في الحافلات. نعم نستقبل الأخت فاطمة من البوية. السلام عليكم شيخ. مرحبا أهلا وسهلا. نقول لك شيخ بدي نسقسي سؤال. تفضلي. على واحد الشخص هو يصلي ويصوم يعني تايب ربي برك واحد الخطرة ولا جوج خطرات غلط وسب الدين. أيوة. يعني ذكايا وشنو الحكم؟ ذكا مسكين يتفكر يبكي ويستغفر يعني راه في حالة يرثى لها.
قالوا له شغل هذاك الصلاة اللي صليتها والصوم كامل يتعاودوا، اسك هذا صح ولا؟ هو برك يستغفر، كل ما يتفكر يستغفر ويبكي ولا يبكي مسكين. وفضل الله يقول لي برك كيفاش. هذا ما كان أخت فاطمة؟ هذا هو. يعطيك الصحة الشيخ. تسمعين جواب إن شاء الله. الله يبارك فيك. الأخت جميلة من عنابة، تفضلي الأخت جميلة. مرحبا. الأخت جميلة من عنابة، تفضلي، أنا في الاستماع. ألو. نعم. ألو شيخ. نعم تفضلي. ألو. نعم أنا في الاستماع. الأخت جميلة من عنابة، تفضلي. نعم. شيخ أنا يجي وعدتني تفرج لي على بنتي يا شيخ، ربي يسترك يختار معايا من بعد. نعم قصة ابنتك أعرفها وأعرفك وأحدثك إن شاء الله. سأجيب الآن على المباشر بما شيخ عاوني ربي يسترك في بنتي يا رب. ربي يسترها إن شاء الله، وربي يجعلك إن شاء الله سالمة غانمة. نعم. الأخ صادق من العاصمة. ألو نعم. مساء الخير. مساء الخير، مرحبا. طرح السؤال عليك ولا على الأستاذ، على الشيخ؟ تفضل مباشرة. اليوم يعني موجود بمفردي في انتظار أخي أحمد، إن شاء الله يكون المانع خير. إن شاء الله خير إن شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل يا أخي. والله فيه سؤالان. السؤال الأول بالنسبة لقضاء الصلوات. قضاء الصلوات. نعم. إنسان مثلا عنده 10 سنين ولا 15 سنة ما صلاهمش في الصغار نتاعو، دوك ما يقضيهم. نعم. وفي غالب الأحيان القضاء هذا يتم قبل صلاة الفجر بواحد ساعة ولا ساعة ونص هكذاك. هل قضاء الصلاة هذه من قبل صلاة الفجر هل تعتبر أيضا تدمج في قيام الليل؟ يعني هذه هل صاحبها ينال أجرين، يعني أجر القضاء وأجر قيام الليل؟ هذا السؤال الأول. واضح. والسؤال الثاني، أنا حضرت جنازة وصلوا عليها الناس وأنا كنت حاضر صليت عليها. نعم. عند انتهاء الصلاة اكتشفت باللي المرأة غير مقبلة، ما قبلوهاش يعني القبلة، يعني العكس، داروا رجليها لليمين وراسها الاخر لليسار، راسها لليسار. نعم. كي خلصت قلت لهم عودوا الصلاة، وهذا حتى مع الإمام قلت له عودوا الصلاة تاعكم راهي باطلة لأن المرأة غير مقبلة، ما عودوهاش. هل تعتبر يعني هل من الواجب باش يعودوها الصلاة ولو دفنت ولا لا؟ نعم بارك الله فيك. هذا هو السؤال. شكرا أخي صادق. هيا صحة. شكرا. الله يسلمك. الله يبارك. الأخ زبير من البليدة، تفضل يا أخي زبير. أي نعم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي زبير. سمعت الخطرة اللي فاتت هادروا محسوبة اللي خدام في فرنسا نتاع رمضان واسم هذيك اللي مدوها تاع رمضان ديك 10,000 ديك. لم أفهم السؤال يا أخي زبير. العمال بفرنسا ماذا يتحصلون على أي شيء؟ زكاة الفطر. زكاة الفطر. زكاة الفطر يرحم والديك. أيوة. أما لا دوك أنا كنت في فرنسا بكري. وأنا ناخذ يعني لورو، عندي يعني ناخذ قليل، نقولوا عندي 20 أورو ولا 25 أورو في النهار. ما سمعتهم باللي يقولوا اللي يخلص بالأورو يخرج أكثر من واحد آخر، وانا راني لين تريد. نعم. مسؤول شكون خرج على حساب هنا ولا على حساب لي؟ هذا بالنسبة لزكاة الفطر يا أخي الزبير. زكاة الفطر اللي يقدموها الناس المسلمين يعني في نهاية رمضان وفي صبيحة العيد، هذه هي المقصودة أم زكاة الفرض؟ واش مقصود؟ ايه هذه هي. معليش نجاوبك في الاحتمالين معا، ما فيش مشكل. هذا ما كان سي زبير؟
هذا ما كان. الله يبارك، موفق إن شاء الله. إذا نكمل الإجابة للأخت فاطمة الزهراء من بشار. الأمر الآخر أيضا الذي يعرفه جميع الحجيج حينما يتنقلون من عرفات إلى منى عبر مزدلفة أو عبورا من مزدلفة، إذا تنقل الحجيج باستخدام الحافلات يتأخرون كثيرا، كما قالت الأخت الفاضلة يوصلوا ربما 10 أو 11 من اليوم الثاني، يعني ف 18 ساعة أو 20 ساعة وربما أكثر أحيانا في الحافلات. وطبعا هناك معاناة كبيرة جدا للحجيج وهم داخل الحافلات، خاصة بالنسبة للعجزة، بالنسبة لكبار السن، بالنسبة للمرضى. ولكن الذي يعني يستطيع والقادر على المشي الأفضل له أن يمشي، أن يتنقل من عرفات إلى مزدلفة إلى منى مشينا على الأقدام، وهذا أحسن وأيسر وأريح. لذلك نقول كلاهما صحيح، القادر يمشي على رجليه ويترك المكان للعاجزين وللمرضى ولغير القادرين. أما العجزة وكبار السن فلا حل لهم إلا باستعمال الحافلات، طبعا تحت إشراف البعثة الجزائري بالنسبة للجزائريين، وكذلك الأمر بالنسبة لسائر الحجيج وتحت إشراف بعثتهم المختلفة. لذلك نقول فلا حرج في ذلك، لأنه من قواعد الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج. يقول ربنا في القرآن الكريم ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول في آية أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أكيد واحد كي يمشي على قدميه يكون أحسن، يعني يفوت في المشعر الحرام وأدعية وأذكار وصلوات في أماكنها وفي مواضعها المشروعة كما يعلم الحجيج، ذلك أحسن وذلك أرقى وذلك أكمل وذلك أحسن. ولكن إذا تيسرت الأمور، أما إذا كان هناك حرج، يعني الحاج ما يقدرش أو الحاجة ما تقدرش تمشي على رجليها، فتستخدم الحافلات ولا تتألم. واصلت في اليوم الثاني، يعني يوم العاشر من يعني يوم الحج الأكبر، سواء وصلت على الساعة 8 أو 9 أو 10، وقت الرجم يعني لا يزال واسعا والحرج مرفوع إن شاء الله تعالى. وكذلك أعمال يوم الحج الأكبر أو أعمال العيد يمكن أن يؤديها الحاج الذي وصل متأخرا إلى منى، وليس في ذلك حرج إن شاء الله تعالى. نقول لكم يا جماعة الخير، ما كانش ربما مكان يكثر فيه الجدل ويكثر فيه النقاش كما موضوع الحج. في هذه الصبيحة سئلت من قبل أحد الذين إن شاء الله يحجون هذه السنة إن شاء الله وقدر، فسألني قال يعني هل أحرم داخل الطائرة في السماء أم أحرم في جدة؟ طبعا هذا أيضا أجبنا عنه مرارا وفي كل مناسبة تاع موسم الحج. الجواب كلاهما صحيح. لو كان واحد ما يقتنعش مثلا أو ما يعرفش هذا الأمر، ربما ينسى حتى لباس الإحرام نتاعو داخل حقيبته، والحقيبة داخل الصندوق نتاع الطائرة. ماذا يصنع هنا قائد الطائرة؟ يتوقف وبعدين يعطي له فرصة باش يجبد لباس الإحرام نتاعو ويدير النية وهكذا؟ أبدا، هذا غير لا يمكن تحقيقه إطلاقا. لذلك نقول الناس حتى كي توصل جدة ما عندكش حرج، يجوز لك باش تحرم، تجيب ركن الإحرام في أول يابسة ويعني في جدة. وقد ذكر ذلك جملة من العلماء من علمائنا على رأسهم الشيخ أحمد حماني مفتي الجزائر رحمه الله، وكذلك سائر العلماء يعني في تونس وفي المغرب وفي بلاد المغرب العربي الذين أفتوا بجواز الإحرام عند أول يابسة أي في جدة. بمعنى اللي قدر يحرم في جد في السماء بدون حرج، بدون هرج، ذلك أمر مشروع. يدير نية الإحرام حينما يسمع قائد الطائرة يقول بعد نصف ساعة مثلا نصل إلى الميقات المكاني بمحاذاة الميقات المكاني، يعني يدير النية، لأنه الطائرة تسير بسرعة كما يعلم الجميع، فلا تتوقف ليعقد النية، ولكن النية محلها القلب.
يبرم النية في القلب، ثم إن شاء الله تعالى وقد لبس لباس الإحرام إما هنا داخل المطار في الجزائر، وحينما يصل إلى هناك يعني بالنسبة للرجال طبعا يعني ينحل القميص نتاعو، لباس الإحرام داخل يعني يلف به جسده، الله يبارك يبرم النية بسرعة حينما يصل الوقت المحدد، يعني وقت العبور من الميقات المكاني. طيب، فيحرم من هناك. ومن لم يستطع ذلك فلا حرج عليه أن يحرم بجدة، وإحرامه صحيح ولا شيء عليه. وكذلك الأمر إذن بالنسبة لسؤال أخت فاطمة الزهراء، المشي من عرفات إلى مزدلفة إلى آخره، وصل يوم العيد يوم العاشر يعني ما عنده حتى حرج، يؤدي أعمال الحج وقتها وما عندوش حرج، وإن شاء الله يعني ربي يتقبل الحج نتاعو. سؤالها الأخير تقول والدي توفي وهو مريض مقعد، والأخت تسأل عن صيامه وصلاته. أنبه بالنسبة للعائلات اللي عندهم مرضى لازم يرعاوا المرضى نتاعهم خاصة في أمر العبادات، لأن المريض ممكن هو يستثقلوا باش يقول لكم غسلوا لي ولا ديروا لي ولا. بالنسبة للصيام هو مريض خلاص، يعني القاعدة الفقهية معروفة، إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. ربي اللي أعطى له الصحة، إذا كان نحله الصحة خلاص مرخص له شرعا باش يفطر في نهار رمضان ويقضي ذلك اليوم أو تلك الأيام إذا كان بعد رمضان برا شوفيا وعفيا، خاطر بيقول فعدة من أيام أخر. أما إذا كان واحد من المرض إلى الموت مباشرة هذا لا شيء عليه، ما كان لا فدية ولا شيء. لماذا؟ لأنه كان مريضا أصلا فقد رفع عنه القلم في ذلك بالنسبة للصيام، وما عندوش أيام أخر ليقضي تلك الأيام. أما إذا كان معافى بعد ذلك هنا يكون آثما، يجب أن يسرع لقضاء ما عليه من دين. بالنسبة للصلاة يقول ربنا في القرآن الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معناه الإنسان المسلم المكلف العاقل تجري عليه أحكام الإسلام على رأسها الصلاة إلى غاية وفاته. فهناك في الصلاة ما يسمى بتخفيفات الإبدال، هناك ما يسمى بتخفيفات الإسقاط، بمعنى إذا كان ما قدرش يتوجه للقبلة تسقط عنه القبلة، هذه اسمه تخفيف الإسقاط. مثلا راه في المستشفى وما يقدرش يتوجه للقبلة، الحرج مرفوع عليه، يعني ماشي شرط يتوجه للقبلة وهو لا يستطيع، هذا اسمه تخفيف الإسقاط. وكذلك إذا ما قدرش يصلي قائما، لأن القيام ركن بالنسبة للقادر عليه، القادر على القيام وجب في حقه القيام في الصلاة، وقوموا لله قانتين، يعني لابد أن يقوم للصلاة. وإذا لم يستطيع فقاعدا، وإذا لم يستطيع فعلى جنبيه. هذا الأمر أيضا شرحنا في أكثر من مرة. هذه كلها تسمى تخفيفات الإبدال. ولكن المهم الإنسان المريض لا يتخلى عن صلاته، لا يترك صلاته، يصلي بما يستطيع. ربي قال اتقوا الله ما استطعتم إلى أن يموت. لذلك لابد على الأسر أن تنبه هؤلاء المرضى باش ما يغفلوش على صلاتهم. وكان بعض الناس كي يدخل السبيطار مباشرة يدخل المستشفى فيمتنع عن الصلاة، وإذا قلت له لماذا لا تصلي يقول لك جملة من الأعذار، يقول لك راني في المستشفى وما كانش الماء والدعوة ماشي نظيفة وما نقدرش، كي نبرا إن شاء الله نوصل للدار نقضي جميع الأيام. ولكن للأسف كاين بزاف مرضى، وكاين مرضى من المستشفى إلى المقبرة، يعني ما عندوش فرصة باش يقضي صلاته. لذلك ننصحهم بالمحافظة على صلواتهم، وربنا قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآن إذا كنتم ما تعرفوش يا أختي فاطمة الزهراء، بالنسبة للصيام تقدموا الفدية إن شاء الله تعالى بالنسبة للأيام اللي فطرها إلى آخره وهو مريض. بالنسبة للصلاة ما تقدروا ديروا ولا شيء، هنا عليكم بالدعاء والسلام، الدعاء والصدقة على روحه، وممكن تجيبوا له عمره وتهديوها له إن شاء الله ثوابها يصل. ممكن الدعاء، المحافظة على الدعاء أيضا، تدعو لهؤلاء أو للوالد المريض رحمه الله عز وجل. بالنسبة لسؤال بنتك اللي راهي تعمل في الإدارة وفي الوقت نفسه بالتوازي تدرس في الجامعة، الإدارة أعطوا لها 4 ساعات، سمحوا لها ب4 ساعات غياب، ولكن هي تقول عندها
4 حصص كل واحدة بساعة ونص، معناه تحتاج إلى أكثر من 4 ساعات. هنا عندها جملة من الحلول. الحل الأول أنها تستأذن من الإدارة باش تعطي لك وقت إضافي باش تحافظي على الحصص الضرورية، يعني هي الأعمال التطبيقية. بالنسبة للحضور المحاضرات ليس إجباريا، أما بالنسبة للأعمال الموجهة أو الأعمال التطبيقية الحضور ضروري وإجباري. الحل الأول طلب من الإدارة، طبعا ببيان بدليل، يعني بوثيقة رسمية تأخذيها من الجامعات بين فيها الحصص اللي أنت ملزمة بالحضور، لعل الإدارة تسمح لك بساعات إضافية باش تدرسي بكل يسر. هذا الحل الأول. طيب، ولكن هذا الحل يحتاج إلى مقتضى آخر. ما هو؟ أن هذه الساعات الإضافية أنت مطالبة بتعويضها في الإدارة باش الأجرة نتاعك تكون حلال. ممكن تقول لي كيفاش نعوضها؟ يعني والله الواحد يقدر، يعني ممكن مثلا يعطوا لك ساعة في النهار نتاع الاستراحة من 12 إلى غاية 1. أنت ممكن كل يوم تأخذي فقط ربع ساعة أو نصف ساعة راحة ونصف ساعة أخرى تخدميها. يعني في كل يوم تحاولي تعوضي نصف ساعة أو 20 دقيقة على مدار السنة، تقدري إن شاء الله تعالى باش تعوضي هذيك الساعات اللي ما خدمتيهاش في الإدارة وتقاضيتي عليها أجر. لماذا؟ لأن الراتب أو الأجر يكون مقابل العمل، مقابل الجهد المبذول. هناك جهد مبذول يقابله راتب أو أجرة شهرية، ولازم يكون تناسب بينهما. وهنا نفتح قوس مهم وخطير. بعض الناس يستهزئون بهذا الأمر، يقول لك مادام بايلك، مادام خدام في الإدارة ولا في الجامعة ولا في الثانوية، يعني يضيع وقته، يأكل من وقت الطلبة ولا من وقت الإدارة بالحيل المختلفة. نقول لا حيلة مع الله، ربي سبحانه يعلم السر وأخفى. الإنسان المسلم لابد أن يكون حريصا على أكل الحلال. ربي قال في القرآن الكريم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما هوش حتى واحد يروح يسرق واحد باش نقولوا هذا حرام، لا، حتى هذا الأمر نوع من أنواع السرقة. اللي المفروض يخدم 8 سوايع في اليوم وهو يحتال ويخدم 5 سوايع ولا 6 سوايع، وساعتين هذوك بأي حق يستحل راتبها أو أجرتها؟ لذلك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك على حرصك باش تاكلي الحلال. نقول لك إذا كان يعني ما خدمتيش مجموعة من الساعات في الإدارة وخذيتي أجر على ذلك، يا إما تعوضي تلك الساعات في العمل كما قلت في البيرمانونس ولا شيء من هذا القبيل، أو بساعات إضافية أنت تقدمينها بطريقتك باش تخرجي على 4 تخرجي على 4 ونص مثلا، كما قلت بين 12 والوحدة تأخذي نصف ساعة بدل ساعة وهكذا. وإذا كان يعني نفسك غير مطمئنة وقلبك ماهوش مرتاح، ممكن هذاك المبلغ دير التقدير نتاعك، المبلغ هذاك اللي شكيتي أنه ليس حلالا لك تتبرعين به وتصدقي به للفقراء والمساكين، وبذلك تبرؤ ذمتك. هذا إذن بالنسبة للأخت فاطمة الزهراء وابنتها. الآن فيما بقي من وقت أجيب الأخ حمزة اللي سألني قبل وصولي إلى هذا الفضاء، سألني عن حكم لونساج. حمزة من بومرداس، ووعدته بالإجابة عن هذا السؤال. طبعا الشباب حائر. قبل إلغاء نسبة الفائدة كنا نقول دائما في فضاء الإفتاء لا يجوز التعامل مع هذه المؤسسات نتاع تشغيل الشباب وين مطلوب منكم تقدموا مبلغ يعني معين اللي هو نسبة معينة من الفائدة. كل قرض جر ربحا أو فائدة فهو حرام ويعتبر في حكم الربا مهما كانت نسبة الفائدة، لأن الربا حرام قليله وكثيره. قليل الربا وكثيره حرام. 1% ولا 10% كيف في التحريم، هذا حرام وهذا حرام. كنا نفتي بذلك، ولكن بعد حذف هذه النسبة المئوية أصبح الآن الشاب اللي يدير مع تشغيل الشباب لونساج يأخذ مشروع معين بمبلغ معين مثلا 700 مليون، وهو مطالب بتسديد
مبلغ 700 مليون فقط دون نسبة تضاف. إذن نقول هؤلاء التعامل مع لونسيج حلال وما عندكم حتى حرج. قد يقول قائل أن الدولة هي اللي تدفع هذيك النسبة المئوية. نقول ما عندك حتى حرج، لأنه أنت لا تقدم مبلغا إضافيا. أنت استثمرت 700 مليون ترجع تسدد 700 مليون، ما عندك حتى نسبة إضافية تقدمها أنت فقط. أما الدولة فبمؤسستها هذا أمر آخر. نحن نتمنى ونرجو أن تزول جميع آثار الربا من مؤسساتنا ومن دولتنا تماما. بالمناسبة قانون المدني قبل تعديله كان يعني في المادة 454 المادة 455 واحدة من المواد هذه تقول لك باللي الفوائد بين المواطنين لا تجوز، ممنوعة، ولكن إذا كان بين المؤسسات المالية يعني مثل البنوك، المؤسسات المالية مثل البنوك، وبين الأفراد أو المواطنين هذا أمر جائز أو مقبول قانونا. ولكن نحن نعلق على ذلك بقولنا لا تصح هذه المعاملات، لأن الربا ممنوع سواء بين الأفراد فيما بينهم أو بين المؤسسات المالية وبين المواطن أو الأفراد. الآن نتمنى أن يأتي يوم باش تزول جميع آثار الربا في مؤسساتنا الرسمية تماما، ذلك أملنا. ولكن إلى ذلك الحين مسموح شرعا للشباب بالتعامل مع لونساج ويجيبوا مشاريع استثمارية والحرج مرفوع عنهم كما وعدتك يا أخي حمزة، ويجيبك أيضا بالأمازيغية. أكوني غاية مثلا في 60 قبل مثل كني الفائدة الربوية 1% 2% ذينا الناد بلوري جزارة خاطر الشرع عنده جزارة، ولكن ثورة مادام يعني المزي ما روح ديويون مشروع غير الدولة غلونسيجاكيني ذي خدمة عن ربي مادام ولاش الفائدة الربوية أين يبوي ما يبويد يول المشروع 700 أو 800 مليون ذيني كان راه يخلص وريرنو يرى الزيادة صافي نسى ذي الحلال فلاس ذي روح هذه خدم ثكون عن ربي. ودائما نؤكد ما قاله على عمر بن الخطاب أمير المؤمنين: إن الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الحلال سبيلا التمست في الحرام سبلا. هذه الكلمة الذهبية التي نطق بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال كربي خلق لي الدين الأيدي باش تخدم في الحلال، إذا لقت في الحلال تخدم في الحلال، إذا لم تجد قد ممكن تروح إلى الحرام والعياذ بالله. لذلك لابد أن نعمل جميعا من أجل توفير أسباب العمل المباحة، وولاة الأمور عندهم مسؤولية كبيرة جدا في توفير أسباب العمل سواء من ناحية الشرعية أو من ناحية الدستورية. والدستور أبو القوانين يؤكد على حق كل مواطن قادر على العمل له حق في العمل المناسب. طيب الأخ عبد الكريم البويرة أيضا أعطى زوج أسئلة. حكم التلاوات اللي في يوم الجمعة يخرجوا القرآن الكريم يعني يسمعوه، يديروا شريط، يعني المؤذن أو الإمام يدير شريط نتاع القرآن الكريم والناس تسمع وتتبع القرآن الكريم. وكثير من الناس يعني نهار اللي يسمعوا برك التلاوة حتى اللي ينصرف في الجمعة يتفكر، يقول القرآن هذا اللي رانا نسمعوه معنا اليوم يوم الجمعة، ويتفكروا. كان اللي يروح يقرأ سورة الكهف بالنسبة للنساء، بالنسبة اللي راهم موجودين في الديار وكذا، وكان اللي ربما يغفل يروح يتذكر روح يعني يستعيد للذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وهكذا. نقول لك يا سي عبد الكريم أخويا، حكم هذا العمل يعني إطلاق هذه التلاوات عبر مكبرات الصوت هذا أمر جائز، تعتبر وسيلة من الوسائل. ونقول واحد القاعدة فقهية مهمة مفادها أن الأحكام الشرعية تتعلق بالمقاصد لا بالوسائل، أما الوسائل فلا حكم لها. يعني الوسائل ما عندهاش حكم، كالذي يقول لك مثلا ما حكم استخدام مكبر الصوت أو حكم استخدام الكاميرا أو استخدام أداة التصوير، هذه أدوات، أو حكم استخدام السكين مثلا، هذه وسائل لا حكم لها. ولكن الأحكام الشرعية تتعلق بمقاصدها. يعني ما المقصود من استخدام السكين؟
هل استخدام السكين يعني في داخل المطبخ، يعني في تحضير الغذاء لأهل البيت، أم استخدام السكين للعدوان على الناس والاستيلاء على ممتلكاتهم أو لقتلهم أو لإلحاق الأذى بهم؟ نقول السكين في أصله مباح لأنه وسيلة، وكذلك الأمر بالنسبة للكاميرا وبالنسبة لآلة التصوير وهكذا. الاستخدام هناك كاين الحكم الشرعي، نقول الاستخدام الحسن مشروع، والاستخدام السيء منبوذ أو مرفوض ممنوع شرعا. إذن إطلاق هذه التلاوات يعني أمر مباح شرعا. وفي قاعدة فقهية تقرر الآتي: الأصل في الأقوال والأفعال والأشياء الإباحة إلا بنص، وليس هناك نص يمنع إطلاق التلاوات التي يسمعها الناس. وهذا من كأنه يحمل معنى تعظيم شعيرة من شعائر الله، اللي هو يوم الجمعة، عيد المسلمين الأسبوعي. إذن يا جماعة الخير، يعني كثير من الناس يقولوا لنا هكذا، وكلكم ربما يسمعوا هذا الكلام، يقول لك كي نسمع القرآن الكريم بيوم الجمعة يعني أخشع وأطمئن وترتاح نفسي. وربما بعض الناس يقول لك لا، كي نطلقوا التلاوات كاين الناس اللي ما يسمعش القرآن الكريم، وربي قال وأنصتوا له. الإنصات، أمرنا بالاستماع للقرآن والإنصات له، صحيح، ولكن هذا اسمح لي حتى داخل المسجد ممكن الإمام يقرأ وهو في الصلاة، وكان اللي يسمع وكان اللي ما يسمعش، كان اللي ينصت وكان ما ينصتش. أنا كل واحد مسؤول عن نفسه، ولكن هذا الفعل في حد ذاته مباح. السؤال الثاني قال لك الذكر الجماعي صبيحة العيد. طبعا دلت النصوص الكثيرة، وإن شاء الله أعيد السادة يعني المشاهدين في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، ما دام فيه الأخ أبو شراعين أو أبو 20 المرة اللي فيها طرح مجموعة أسئلة متعلقة بهذه الأمور، وإن شاء الله نعطي إجابة مفصلة. لكن الآن بشكل مختصر نقول الذكر الجماعي صبيحة العيد مشروع، وهذه يساعدكم يا إخواني الكرام. نهار اللي نوضوا الصباح ونسمعوا المساجد نتاعنا الله يبارك تصدح بذكر الله عز وجل، بالتسبيح والذكر. وربنا قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ويعطوا هذاك الجمال، هذاك الحسن، هذيك الهيبة ليوم العيد. ولكن تصوروا معي الوضع المخالف، نخرجوا إلى أداء صلاة العيد وبسكات، يعني ما نسمعوا لا التسبيح ولا التكبير ولا الاستغفار لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أمر محزن حقيقة. خلينا نعظم شعائر الله عز وجل، وطبعا سأذكر الإجابة إن شاء الله في الحصة القادمة بالتفصيل. بالنسبة للأخت فاطمة من البويرة، بالنسبة لذلك الشخص اللي قالت هو يصوم ويصلي ولكن يسب الدين ويبكي ويستغفر، أقول لك يا أختي الفاضلة أذكره بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والله غير هذا ذنب كبير، واحد اللي يسب الدين هذا ذنب كبير. ربي سبحانه قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني إن الدين عند الله الإسلام. ولكن تلقى واحد كي يزعف كي يغضب يروح يسب الدين، هذه عادة سيئة للغاية. نقول هذا إثم كبير، هذا كبير جدا. ما إذا بكى واستغفر إن شاء الله ربي غفور رحيم. ربي يقول: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بالنسبة للأخت جميلة من عنابة، بالنسبة لبنتك إن شاء الله ربي يحفظها ويسترها. سأتواصل معك بعد الحصة إن شاء الله تعالى، وستأتيك بشائر على بنتك إن شاء الله. بالنسبة للأخ صادق من العاصمة، قضاء الصلوات، يبدو أن الوقت قد انتهى. الأخ صادق أعدك بالإجابة في الحصة القادمة إن شاء الله وقدر. في نهاية هذه اللقاء استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.